للحديث أكثر عن واقع التصدير في الجزائر يسعدني أن ينضم إلي مباشرة من قسنطينة رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه الموجه للتصدير كفاليكس توفيق حدك حيل. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم، نهاركم مبروك وبارك الله فيكم على الاستضافة. لا شكر على واجب. بداية سيدي، اليوم الحكومة الجديدة أمام رهان الإنعاش الاقتصادي. هناك ربما نية واضحة خاصة فيما يخص توجه الجزائر نحو خلق اقتصاد متنوع بديل للمحروقات عبر تعزيز وتصدير المنتجات الجزائرية للأسواق الدولية. ربما ما تعليقكم على هذا سيدي؟ أنا بالنسبة لي حاجة مليحة حاجة مليحة. الواحد عندنا درك واحد 5 سنين، باللي بكري 5 سنين كي كنا نسقسيو الناس واش كنا نديروا في التصدير هذا. كانوا الناس واحد يقولوا لنا ما درنا والو، وحنا نصدروا وحنا ما نصدروش، حنا ما نديروا حتى حاجه وكلش. ودرك الحمد لله درك مع معاونه الحكومه ومع المعاونه تاع الشعب ولينا نقدروا نصدروا، ولينا الواحد درك ولينا نهضروا بالملايير دولار. حاجه مليحه. العام اللي فات كنا بمليار دولار، درك الواحد عقبنا ل2 ملايير دولار. يسمى سي اون بروغريسيون دو 100%، وما كانش بلاد في العالم كيفاش ما دارت اون بروغريسيون دو 100%. الحمد لله، معناتها كان بوتونسيال قوي في الجزائر هذه. ودرك الواحد مازال ان شاء الله نوصلوا ل 5 مليار ونوصلوا ل 10 مليار ولي 15 ولي 20 مليار دو دولار كما البلدان الاخرين قاعدين يصدروا وقاعدين يعيشوا غير بالتصدير هذا. طيب، فيما يخص المنتوج الجزائري اليوم، هل أصبح جاهزا للتصدير واقتحام الأسواق العالمية؟ وهل المنتج الجزائري قادر على اكتساح هذه الأسواق؟ بيان سور قادرين. الواحد كيفاش حطينا البرودوي تاعنا في الخارج، كانت اون فورت دوموند، فهمت. الطلب راه قوي جدا جدا. حطينا في فرنسا، حطينا البرودوي تاعنا في فرنسا. في فرنسا الواحد كيفاش طلبته وما قدرناش كيفاش نوفروا الشيء اللي طلبوه علينا. وفي دبي كذلك كيفاش طلبوه علينا، الواحد بعثنا لهم السلعه، الواحد ما قدرناش نوفروا لهم. معناتها كيفاش لا دوموند سوبيريور على لوفر، وهذه حاجه مليحه بزاف. معناتها البرودوي الجيريان سي ان برودوي دو كاليتي اي سي ان برودوي كي اي فالوريزابل اي فالوريزي الواحد على ليترونجي كي ا سا بلاص على ليترونجي. وبربي ان شاء الله عندنا الواحد امل كبير في الاقتصاد تاع بلادنا. عندنا مازالوا كاينين شويه عراقيل، بصح بربي ان شاء الله. ما هي هذه العراقيل سيدي؟ المعاونه تاع السلطات نحيو لهم. نعم، ما هي هذه العراقيل وما هي التسهيلات التي تطالبون بها؟ العراقيل كيفاش حاجه بسيطه برك. عندنا 4 نقطات راه نهضر لك عليهم. عندنا لو غيشي اونيك. الحكومه وعدتنا باللي راح دير الكوشي يونيك، مازالت ما دارتوش. عندنا لو كولوار فيغ او نيفو دو لا دوان. السلعه واحد الخضره وفواكه يعقبوا على الكولوار روج، معناتها واحد الكونترول. العنب والبطاطا والخضره والفواكه وكل يخرجوا لازم يعقبوا على الخط الاحمر. وهذه مش حاجه normal, c'est un produit périssable ou c'est certains produits عندهم une durée de vie de 1, 2, 3 journées, donc c'est pas logique. لازم la douane درنا تلقى لها حل على المشكل هذا. le deuxième point c'est que les lignes aériennes الخطوط الجويه لازم نطلبوا الواحد مع الوزير بكاي وزير النقل يفتح لنا لي ليني aériennes. طيب، فيما يخص هذه النقطة اليوم قبل قليل تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام عيسى بكاي وزير النقل باستقبال سعادة سفير الجزائر بليبيا، وتطرقوا في هذا اللقاء إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية إضافة لفتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس في أقرب الآجال. ما تعليقكم؟ أي إضافة يمكن أن يحدثها هذا؟ هذه راح تنشط البزنس بين ليبيا والجزائر. بصح ما عندناش. عندنا ليبيا، عندنا اوروبا، عندنا بلدان الخليج. لازم ننشطوا واحد كيفاش الجويه، الخطوط الجويه في بين البلدان هادو. علاه خاطر ما في الشتاء نخدموا مع اوروبا، وفي الصيف نخدموا مع الامارات. والواحد درك واحد البلدان الشركات الاجانب تاع الخطوط الجويه طلعونا في السعر تاع الطياره، فهمت، تاع الكارغو. كيما الوحده تزاير الدوحه 15,000 الكيلو، تزاير دبي 19,000 كيلو. واش معناتها؟
معناتها درك الواحد اوني بلو كونكورونسيال، يسمى الواحد كي طلعوا السومه الواحد جاتنا صعيبه باش نحطوا البرودوي تاعنا. فوالا خطر ما البرودوي تاعنا ولا يدير اكثر من الترونسبور، عاد يدير اكثر من 50% تاع لو بري تاع كيف اسمه تاع لو بري جلوبال تاع لو برودوي، اي سي با بوسيبل هذه، فهمت؟ لازم طيب. يلقاونا حل. كاينه حاجه اخرى ثاني حبيت نهضرها لكم لما ديرونجيكمش، بعد كونسيرنون لي كونتينر. الحكومه شرات 2 كونتينر غيفر، لي كونتينر شرات 2 بابر. الحكومه 2 بابر هادو لازم الواحد يكومونديونا دي كونتينر ريفير، خاطر ما لي كونتينر ريفير باش نهزوا فيهم السلعه الخضره والفواكه نديوها لمارسي. درك بعد باش تهزي الكونتينر تاعك من الجزائر لمارسي تسلكي $2000. $2000 كان الحكومه تقدر تنقص لنا، تعاوننا بالمعاونه تاع الحكومه نقدروا نلقاو حل. بس درك راهم شركات اجانب اللي راهم قاعدين واحد يطلعوا في السعر باش يريكيبيريو واحد البينيفيس تاعهم، يربحوا من الجزائر ويخسروا من البلدان الاخرين. طيب، ما الذي ربما تحتاجها السوق الوطنية اليوم لتنظيمه، خاصة إنجاح مشروع منطقة التبادل الإفريقية الحرة؟ افريقيا عندهم لازليكال في لا زون دو ليبر ايشونج كونتينونتال افريكان. هذه الواحد كيف اسمه هذه راح تنشط البيزنس، وسورتو كي داروا لوطوغوت ترونساهاريان عندهم لا لين الجي نواكشوط بالبابور بالباخره، عندهم قدام بعد الطريقه ومرشي تاع افريقيا الواحد فيه الدراهم الحمد لله. والواحد الجزائر راهي عاونت قدام البلاد في افريقيا في الماضي. دونك ماذا بهم هما ثاني واحد كيفاش يمدوا يعاونونا درك افيك دي كونترا بعد، ولا كيما الجزائر هما كانت صعيبه عليهم في وقت في بلدان افريقيا، الجزائر عاونتهم. حنا نطلبوا درك هما درك يعطيونا دي مارشي. سي دونون سي دو بيزنس. مدام نستطيع القول انه اليوم دخلنا للاسواق، هما ثاني يعاونونا. نستطيع القول اليوم ربما أنه دخلنا للأسواق الليبية عبر معبر الدبداب. في زيارة الرئيس النيجيري الأخير رأينا أن هناك نية في تصدير بعض المنتوجات، ربما المنتوج الجزائري سيكون في نيجيريا قريبا. نيجيريا بعد فيها خدمه مع نيجيريا، علاه خاطر ما نيجيريا عندهم بوكو دو برودوي اللي نقدروا حنا نجيبوهم، فهمتي، من نيجيريا، والعدو التبادل، فهمتي، يعطوا لو تروك وحنا نمدوا لهم كيف اسمه نمد لهم التمر، وهما الواحد يمدونا الواحد عندهم لا نواتكاج وعندهم بوكو دو برودوي اللي نقدروا نديروا معاهم التروك، والواحد وحاجه مليحه ونقدروا نجيبوا الاناناس من بلادهم. دونك حاجه مليحه الاقتصاد تاع بلادنا. طيب، ربما اليوم المنتوج الجزائري كسب المستهلك المحلي، لكن المستهلك الأجنبي نستطيع القول أنه صعب نوعا ما. كيف سيكسب ثقته؟ سامحيني ما سمعتكش. قلت أنه المنتوج الجزائري أو المنتوج الجزائري كسب ثقة المستهلك المحلي، لكن من الصعب أن يكسب ثقة المستهلك الأجنبي. ما تعليقكم على هذا؟ لو برودوي الجيريان بعد كيفاش راهو دوموندي بزاف في الجزائر. حنا شفنا لا كاليتي تاعو في الخارج، واحد عنده البلاصه تاعو في الاسواق، يسمى ما عندنا حتى مشكل واحد باش نسوقوا المشكل تاعنا البرودوي تاعنا. دونك واحد عندنا ان شاء الله واحد عندنا واحد امل كبير في التصدير تاعنا، وعندنا امل كبير في بلادنا، وعندنا امل كبير إذن نستطيع القول أن المنتوج الجزائري سيرقى ربما للطلب الأجنبي. إيه، الطلب الأجنبي راهو قوي سورتو درك في الشتاء. شوفي درك بعد حنا درنا بعد اونتر جانفي جوان درنا $2 ملاير. عندنا شهر تاع جويي اوت ما فيهمش خدمه، فهمتي، عالميا لا الخدمه تحبس، الاقتصاد ينقص. بصح في سبتمبر في لا رونتري سوسيال دوك الخدمه دوك تولي قويه جدا. كي تولي قويه الخدمه الواحد في سبتمبر تما حنا عندنا خدمه سورتو مع اوروبا، سورتو مع قدام بلاد بعد في اوروبا، في اسبانيا، في الطليان، في فرنسا، في المانيا. هادو كل البرودوي تاعنا، البرودوي تاعنا طلع حتى للنرويج باش نقول لك مدام كيفاش اسمها طوماط سوريز. دونك هاي حاجه مليحه بزاف. ومعناتها البرودوي تاعنا الواحد عنده مستقبل، عنده مستقبل في الاسواق. خاطر ما في فرنسا عندنا 6 ملايين جزائريين، عندنا الواحد اللي قداه الجنسيه اللي ضاقت البرودوي تاعنا والواحد وعجبها بزاف، ونقدروا نبيعوه غالي البرودوي تاعنا، وان شاء الله فيها خير كبير ان شاء الله، وان شاء الله نوصلوا $4 ملاير. ان شاء الله. سيد توفيق حدك حيل رئيس التكتل